تفتكروا ايه اكتر حاجة معقدة حياتنا؟ يا ترى قلة الفلوس ولا الناس ولا الظروف ولا يمكن الحظ؟ طب لو قلت لكم ان في احتمال كبير ان الجزء اللي متعقد ده احنا اللي بنعمله بنفسنا كل يوم كل يوم. اه، واحنا مش واخدين بالنا، مش لاننا وحشين ولا اننا مش قادرين نستوعب او عندنا مشكلة، لا، هي عادات صغيرة جدا جدا احنا بنكررها لدرجة ان احنا اعتبرناها خلاص طبيعية، مع انها هي بتسحب من عمرنا وروحنا اكتر مما تتخيلوا. تعالوا نعرف مع بعض ايه اللي احنا ممكن نكون بنعمله واحنا مش واخدين بالنا ويضيع عمرنا. ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها كل يوم وبنعقد حياتنا بايدينا واحنا مش واخدين بالنا؟ رقم 1، التفكير في كل حاجة مرة واتنين وتلاتة و10. زمان كان الإنسان يفكر علشان يوصل لحل، إنما إحنا دلوقتي بقينا بنفكر لحد ما نضيع الحل، نقعد نعيد ونزيد، نحلل الكلمة، نفسر النظرة، ونتوقع السيناريو، ونرد على حوار أصلا ما حصلش، وفجأة نكتشف إن إحنا تعبنا مع إننا ما عملناش حاجة. ما هو إحنا بس لو ناخد بالنا من نقطة، إن العقل ده عامل زي العربية، مخلوق يمشي بيكي للمكان، مش عشان يكرر نفس الفكرة لحد ما يتعب، فتلاقي نفسك تعبة نفسك بإيدك، انت تعب نفسك بإيدك، انت اللي عمال تلف وترجع لنفس النقطة. ونروح لمقارنة الكواليس بتاعتك بمسرح الناس. انت شايفة التعب اللي جواكي، شايفاه وحساه ولمساه، بس على الصعيد الآخر بقى انت شايفة نجاح الناس اللي قدامك، صاحبتك، أختك، جارتك، فطبيعي انك تحسي ان انت متأخرة. بس الحقيقة اللي انت مش واخدة بالك منها انك بتقارني نسخة غير مكتملة منك بنسخة حياة حد تاني. حد تاني ليه حياته، ليه دنيته، ليه، مش لازم يكون كوبي بيست منك في كل حاجة، او يكون مر باللي انت مريتي بيه، او قدر يتخطى حاجة انت تخطيتيها، او انت في حاجات ما قدرتيش تتخطيها فهو ما قدرش يتخطاها. لا، فمن المشاكل اللي ممكن تكون معطلة حياتنا